المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: حاكم إقليم عنسبة يعقد سيمينارات في مديرية الإقليم. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يقدم تنويرا لأعضاء الدفعة 37. إقليم عنسبة وتواصل برامج النفير الصيفي الطلابي. الجيش الأمريكي ينهي سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر. والرئيس الإيراني يدعو في محادثات مع حليف لبوتين إلى تعزيز العلاقات مع روسيا. وجوجل متهمة رسميا باحتكار محركات البحث العالمية. أهلا بكم مشاهدينا. عقد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى سيمينارات في الفترة من 26 من يوليو المنصرم وحتى 2 من أغسطس الجاري في مديريات قلب وهبرو وعلا برعد وحقات وحمل ماله حول برامج التنمية. وأوضح تنفيذ أعمال بناءة لحماية التربة وحفظ المياه في السنوات الثلاث الماضية في الإقليم، داعيا المزارعين لمضاعفة الجهد واتباع إرشادات خبراء الزراعة لإنتاج وفير مدعوم بالأعمال المنفذة في الأراضي الزراعية وغزارة الأمطار هذا العام. وناشد لترشيد استهلاك المياه المخزنة للتخفيف من إشكالية نقص المياه التي قد تحدث مع ظاهرة التغير المناخي والتوسع في استخدام البذور المحسنة والسماد الطبيعي. وحث لتنفيذ جاد للتحصيل الضريبي للأراضي والماشية. وأكد المشاركون في السيمينارات على الجاهزية لإنجاح برامج التنمية، منادين بالإسراع في تفعيل بناء مستشفى قلب المتوقفة أعمال تشييده وتخصيص الآليات في صيانة طريق قلب أفعبت الجاري بمبادرة شعبية، وإيجاد حل لنقص الخدمات الصحية والمواصلات في هبرو صليم. وتفقد سعادة السفير عبد الله موسى سير تنفيذ برامج التنمية والخدمات الاجتماعية في مديريتي قلب وهبرو، ودعا لدى تفقده أعمال بناء سدود من قبل قوات الدفاع وكذلك السدود العاملة في مناطق مارات ومزباط ومحلاب. دعا إلى تدعيم التجارب المكتسبة في حماية التربة وحفظ المياه. كما زار سد وخزانات المياه التي تخدم هبرو صليم وهبرو عداه والتقى بالجهات المعنية. قدم قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبسة قديه تنويرا لأعضاء الدفعة 37 للخدمة الوطنية في ساوة في 5 من أغسطس الجاري. وأوضح العقيد دبسة أن ساوة هي مركز معرفي يعمل فيه الشباب على تعزيز مهاراتهم الأكاديمية والمهنية وتطوير نظرتهم الوطنية والمدنية وامتلاك القوى العقلية والبدنية، داعيا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة واكتساب المعرفة لضمان مستقبلهم والوصول إلى المبتغى. وقال إن ساوة لها هدفان رئيسيان، وهما إكمال التعليم الأكاديمي للصف 12 وأداء الواجب الوطني، وحثهم على التركيز على دراستهم وأنشطتهم الأخرى لأن الحكومة وفرت جميع اللوازم خلال إقامتهم لمدة عام واحد. وأوضح نائب قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية المقدم تمسكن ساميئيل أنه يتوقع منهم تنفيذ التعليمات الصادرة لهم وتبادل المحبة والتجارب مثل الدفعات السابقة. وأفاد أعضاء الدفعة 37 في الخدمة الوطنية أنهم يتفهمون الامتيازات الممنوحة لهم من قبل الشعب والحكومة، مؤكدين بما أن ساوة هي مائدة التعليم والقيم الوطنية فإنهم على استعداد لاكتسابها. تتواصل بنجاح برامج النفير الصيفي الطلابي بإقليم عنسبة في 39 نقطة بالتعاون المشترك بين وزارتي التعليم والزراعة وإدارة الإقليم وسلطات الغابات والحياة البرية بالإقليم. وأوضح مساعد منسق البرنامج الأستاذ ملس غلاتي في إفادته لوكالة الأنباء الإريترية أن عدد المشاركين في البرنامج يصل إلى 7000 طالب في النفير لهذا العام، والذي يركز على أنشطة الحفاظ على التربة والمياه والتشجير ومساعدة أسر الشهداء. وأشار إلى أن برنامج التشجير تأخر في بعض المناطق بسبب تأخر هطول الأمطار، لكن الأنشطة الأخرى تتم حسب البرنامج المعد، شاكرا جهود المشاركين. وناشد الأستاذ ملس في النهاية
أو في الختام المجتمع بالحفاظ ورعاية البرامج التنموية المنفذة وخاصة الأشجار المشتولة. كما عبر الطلاب المشاركين بجانبهم أنهم فخورون بمشاركتهم في مشاريع النفير التنموية، كما ذكروا أن البرنامج ساهم إيجابيا في رفع رغبة العمل لديهم. أكد سكان مديرية حلحل بأن الجهود المبذولة لتوسيع الخدمات الصحية في إقليم عنسبة بمديرية حلحل تثمر، وأهم النتائج هي توفير سيارة إسعاف. وشكر سكان مديرية حلحل ذكر سكان مديرية حلحل بأن توفير سيارة الإسعاف قد حل مشكلة التكاليف الباهظة التي كانوا يدفعونها لتوصيل الحالات المرضية الحرجة إلى مستشفى كرن الإقليمي. أوضح مسؤول المركز الصحي في مديرية حلحل الممرض هيثم إبراهيم أن توفر سيارة الإسعاف يساهم في العناية الصحية بالمجتمع عامة والأمهات الحوامل خاصة. وأشاد مسؤول الخدمات الصحية بالمديرية الممرض صالح أبو بكر بالمساعدات التي تقدمها سيارات الإسعاف في تسهيل وضمان الخدمات الصحية، كما ذكر بالمحافظة على خدماتها. وخدمات المركز الصحي بحلحل تشمل ضاحية حلحل وأفشنكو وماي أوالد، ويوجد مركز صحي واحد و3 عيادات في مديرية حلحل. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر تلبية لمطلب قادة الانقلاب العسكري في الدولة الأفريقية. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان مشترك مع وزارة الدفاع في النيجر اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية من القاعدة الجوية 201 في أغاديز. وأعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة أنجزت انسحابها من قاعدة أغاديز الأخيرة لها في النيجر بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي تولى السلطة منذ عام في نيامي المقادرة في مارس الماضي. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم في بيان أن انسحاب العديد والعتاد الأمريكي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل. وكانت الولايات المتحدة حاضرة في النيجر لمحاربة المتطرفين الذين يشنون هجمات دامية بانتظام في البلاد، لكن النظام العسكري الذي يتولى السلطة في نيامي منذ عام أعاد النظر في شراكاته الدولية وطلب رحيلها في مارس. ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكينيان أبلغ حليفا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع شريكتها الاستراتيجية روسيا. والتقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو بالرئيس الإيراني وكبار المسؤولين الأمنيين في الوقت الذي تدرس فيه الجمهورية الإسلامية طريقة الرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن بزشكيان قوله لشويغو خلال اجتماع أن روسيا من الدول التي وقفت إلى جانب الأمة الإيرانية في الأوقات الصعبة. وأضاف الرئيس الإيراني أن المواقف المشتركة بين طهران وموسكو في دعم عالم متعدد الأقطاب ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الأمن والسلام العالميين. أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية حكما يفيد بأن شركة جوجل تصرفت بشكل غير قانوني ودفعت مليارات الدولارات لشركات مثل أبل وسامسونج للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت. وأضاف القاضي أن جوجل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث. وكانت وزارة العدل الأمريكية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد جوجل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى مثل أبل وسامسونج من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.
سببت العاصفة الاستوائية ديبي التي دخلت البر الأمريكي بقوة إعصار قبل أن تتراجع حدتها بوقوع 4 قتلى على الأقل، وهي الآن تهدد بحدوث فيضانات كارثية في جنوب الولايات المتحدة وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وفي مقاطعة ديكسي بالولاية نفسها أعلنت الشرطة أن الشخصين قتلا في سيارة بالمقاطعة بعد أن فقد السائق السيطرة عليها بسبب سوء الأحوال الجوية والطرق الرطبة. ومن المتوقع لديبي التي تحولت إلى عاصفة مدارية بعد وصولها إلى اليابسة أن تدخل شمال فلوريدا ثم تتجه نحو جنوب جورجيا قبل أن تصل إلى ساحل تلك الولاية وكارولينا الجنوبية وفقا لمركز الأعاصير الأمريكي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. حاكم إقليم عنسبة يعقد سيمينارات في مديريات الإقليم. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يقدم تنويرا لأعضاء الدفعة 37. وإقليم عنسبة وتواصل برامج النفير الصيفي الطلابي. الجيش الأمريكي ينهي سحب قواته من آخر قاعدة في النيجر. الرئيس الإيراني يدعو في محادثات مع حليف بوتين إلى تعزيز العلاقات مع روسيا. جوجل متهمة رسميا باحتكار محركات البحث العالمية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.